السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، إليكم تفاصيل أخبار الآن. نظمت مؤسسة مغرب الأنباء للإنتاج السمعي البصري السبت ندوة وطنية بعنوان مبادرة الحكم الذاتي، الحل الوحيد لنزاع الصحراء بالقصر البلدي لتيفليس، وذلك بمناسبة حلول الذكرى 47 للمسيرة الخضراء. ويندرج تنظيم هذه الندوة التي أطرها الدكتور خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية ورئيس السابق للمركز المغربي لحقوق الإنسان، في سياق سلسلة لقاءات التي تشرف على إعدادها مؤسسة مغرب الأنباء للإنتاج السمعي البصري، في إطار إعداد وتصوير مشروع روبورتاج بعنوان تيفلت تجمعنا، وذلك لتعزيز مدارك امتلاك ووسائل وآليات جديدة من شأنها دعم قدرات الفاعلين السياسيين والاجتماعيين من أجل التعريف بمقترح الحكم الذاتي كحل وحيد لنزاع الصحراء.